ما أعظم الله، يعني عظمة يعني يقول الإنسان كيف أتجرأ أعصي هذا العظيم؟ كيف تجرأت نفس الإنسان أن يعصي الله جل وعلا، صاحب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر اللي بيده كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ألما فليضع يده تحت ألمه ثم ليقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد. السلام عليكم حبايبي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. ربي يخلي لي إياكم، يسعدكم يوفقكم يا رب. رجعت لكم فيديو جديد ويوم جديد ونهاركم سعيد بإذن الله. يخلي لي إياكم، يحفظكم، يحميكم يا رب. حبايبي اللي ما اشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس لحتى يوصلوا كل شيء جديد. يخلي لي إياكم يا رب. حبايبي هون كان روتين يوم الخميس، وهو روتين للتشجيع للتحفيز لحتى انه انتي بيوم الخميس والجمعة تعملي لك جو عائلي لبيتك لاولادك، وتخلي يتعودوا على انه يوم الجمعة هي عطلتنا وجمعة مباركة عليكم جميعا ان شاء الله. حبايبي هون يوم الخميس انا كالعادة كل يوم خميس بعمل تنظيفة منيحة للبيت لحتى بيتي يضل نظيف، ويوم الجمعة لحتى يرتاحوا اولادي وزوجي كمان بالبيت. عن جد انتي لما تعملي الشغل بالخميس والجمعة تكوني فاضية واولادك معطلين وزوجك بالبيت معطل، بتحسي جو غير، يعني تعيشي ايام زمان كتير. الحمد لله رب العالمين. هون بلشت بتنظيف البيت وبعدين بلشت بالمطبخ. اليوم عملت العكس، انا بالعادة ببلش بالمطبخ، بخلص المطبخ قبل كل شي، بس انا مو اجت الكهرباء فانا ضروري لازم كان نظف الغرفة بالاول، لانه المي تجي مع الكهرباء وما بتقدري تشغلي المي الا لما يكون في كهرباء. بدون كهرباء المي بتكون كتير ضعيفة وما بتنظف شيء ابدا، ولا كأنك عملتي شيء، وبتتعب كتير وما بينظف. فبده مي قوية لحتى تعزلي بيتك. وحبايبي صار لي كم يوم موقفة عن الفيديوهات، لانه عن جد ما حدا عم يتفاعل مع فيديوهاتي ولا بيحط لي اللايك. حتى لو انتي ما كتبتي كومنت معلش، انه بس حطي لي لايك لحتى يرتفع الفيديو وتتفاعل قناتي. عن جد انه الفيديوهات كتير بتتعب وبدها جهد خاص وبدها وقت خاص إلها، وبدك يكون كل شي يعني منظم لحتى تصوري الفيديو. إذا أنت مثلا صورتي طبخة بتضلي فيها مثلا 2 أو 3 لحتى تجهزيها إذا بتصوري، وإذا ما بتصوريها بتجهزيها ب1 ساعة وخلاص. يعني يخلي لي إياكم، يحفظكم. بس حطوا لي اللايك وبكون ممنونة، وشكرا لكم كتير كتير لأنكم اشتركتوا في قناتي، واللي عم يشوف فيديوهاتي لأول مرة يشترك في قناتي. وربي يجبر بخاطركم ويوفقكم ويسعدكم دنيا وآخرة يا رب.
حبايبي هون الأكلة يمكن أكثر الناس ما بيعرفها، ويمكن أغلب البلدان العربية بيعملوها بيعرفوها. هاي الأكلة هي السميد. هاي لما كنا صغار كانت أمي دايما تعملها وكنا ناكلها، وكانت أكلة صحية كتير، وعن جد كانت أكلة طبيعية وصحية، وكنا ما كنا نحاف هيك مثل أولادنا، يعني كانت صحتنا أحسن بكتير. هلا أولادنا إذا بيركضوا شوي بيوقعوا دغري بينجرحوا وبتصير حالتهم حالة يعني. فهاي الأكلة هي السميد الوسط، مو الخشن كتير ولا الناعم، هو سميد الوسط تبع الكبة. هاي بنجيبها بنعمل شوربة العدس العادية، هي هيك ناشفة، بنجيبها وبنقيها إذا فيها حصى أو شيء. طبعا أغلبيتها بتجي نظيفة، فنحن بنفضيها، ومثل ما شايفين حطيت عليها شوربة العدس، وحطيت شوية بصل بالزيت كمان حطيت عليها، وحطيت عليها البقدونس. بدك كتير بقدونس كتر كتير، لأنه أنا كان عندي نص حزمة بس. وحطي عليها بصل أخضر كمان فرنية، وحطيها هيك نية يعني، وبتتاكل وعن جد بتصير طرية وكتير طيبة، والأولاد كتير بيحبوها. هي شبيهة الكبة مثل ما شايفين، عم شكلها مثل أيام زمان لما كانت أمي تقعدنا هيك وتعمل لنا. فهون أولاد أختي بنات أختي كمان بعد ما رجعوا من الكتاب، هني وبنتي رجعوا لعندي، فأنا أمي كانت مشتهية هالأكلة ورحت لعندها على البيت، وحبيت صور لكم الأجواء كيف. وهذا بيت أهلي، بيت أمي وأبي، هن لحالهم هلأ الحمد لله يعني عايشين. فأمي كانت مشتهية هالأكلة، وأنا عملت لها إياها، وقلت أولادي كمان بياكلوا، وما دام إجوا لعندي بنات أختي كمان حبيت هن كمان يجوا لعنا. أخذتهم معي ورحت لعند أمي وعملت لها هاي الأكلة. فهي كتير أكلة صحية وما بتكلف كتير، بس فيها فيتامينات كتير. يعني هاي إذا بيعملوا لها تحليل مقارنة بالبرجر اللي عم ياكلوا الأولاد من المطاعم أو الشاورما، هاي بتجي صحية أكتر وفيتاميناتها أكتر، صدقوني. يعني هو صحيح الشاورما بتبقى أطيب والبرجر بيبقى أطيب يعني للأولاد، بس هاي صحية أكتر، وعن جد أولادنا حبوها، يعني أكلوا منا لشبعوا وقاموا لعبوا وخلاص. يعني هي أكلة، مو إنه أكلة وخلاص، يعني هي أكلة صحية، وأنا كل فترة بعملها لأولادي. هو الأفضل أسبوعيا أعملها، بس ما عندي وقت أعمل شوربة ولسه أحطلها. الحمد لله رب العالمين، ربي يخلي لي اياكم ويسعدكم ويوفقكم يا رب. اللي ما اشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس لحتى يوصلوا كل